حبيبي سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفطحل، أيها النابغة، أيها العظيم، أيها المؤمن. سماحة الشيخ، عندي طبعا رسالة كاتبها في ورقة ووضحتها لكم بالإيميل لفضيحة كمال الحيدري. نعم. وهذه جدا مهمة للقاصي والداني. فأريد أن أتكلم بشكل مختصر وباللغة العربية ليسمعني ويفهمني الكل، القريب والبعيد والشيعي والمستبصر والوهابي. نعم. فسوف أبدأ بالرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الموضوع عمالة المسمى بكمال الحيدري مع السعوديين والوهابية. أما بعد، عن لسان ونطق الشخص الأقرب للمسمى أعلاه، والشخص اسمه الدكتور سالم جاري، الآن يقدم برنامج على القناة الكربلائية بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. واستضافني في العام الماضي لزيارة العاشوراء والأربعينية وزيارة آل بيت الرسول العظيم عليهم أفضل الصلاة والسلام في العراق. وكنت جالس مع الدكتور سالم في وجبة طعام في بيته، وقال حول كمال الحيدري كما يلي. اسمعوا أخوتي. إن كمال الحيدري تلقى دعوة للقاء معه في السعودية من قبل السعوديون الوهابية وفي فندق فاخر، ودعوة معتبرة وسجلت في قرص، والقرص شاهده الدكتور سالم، ولكنه لم يفصح عن مكان القرص ولا هو يعني الفيديو، ولكنه قال موجود والعاقل يفهم بعدم عرض القرص. والدعوة كانت بأن كمال يفصح ويتهجم على الأئمة وسماحة السيد آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي قدس الله سره الشريف. ومقابل هذا تقاضى كمال بترحيب وتكريم عظيمين وبمبلغ طائل مغري متوعد لهم بالتلفيق والتدليس على كل أشراف أئمتنا العظام ومراجعنا العظام، وإن السعوديون سوف يمولون قناة كمال الحيدري. والدكتور سالم عندما سمع ذلك شخصيا وشاهد المقابلة الصحفية عاتب كمال وتوقف من تقديم برنامجه في القناة مع الملعون مع الملعون ليس بكمال الحيدري بل بنعال الوهابي العميل الخسيس. ومن يريد أن يتأكد بهذه الفضيحة فليذهب إلى سالم جاري الذي يسكن في شارع الرسول في كربلاء، وعندي رقم هاتف سالم والحصول عليه من إذاعة كربلاء عند اتصالكم لبرنامجه. وأشكر الدكتور سالم لبيان عمالة وخيانة مثل هكذا شرذمة وحثالة مثل كمال وأمثاله وأقرانه. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستضافة سالم لي لم تكن بالوجه الأدبي والعرفي الصحيحين، وعلمت من كلامه يريد أن يتستر على الموضوع والفضيحة لكي لا يكون في دائرة صاحبه وجزء بالموضوع. وشاهدت ريائه وأخذته العزة بالإثم.
شيخي. نعم. وأنا أدعو لكم ولأهلكم ولكم العاملين في قناتكم الموقرة، ولا ننساكم في دعائنا ولا في صلاتنا لتوفيقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهت الرسالة. وبارك الله فيكم شيخنا. انظر إلى الشاشة. من لكاكة اللغة والإداء، والصراحة أنا قليلا عدلت فيها لكي تكون جيدة، وإن شاء الله فهمتونا والأخوة فهمونا، ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة ابقى على الخط. الو الأخ تسمعني؟ نعم. انظر إلى الشاشة. هل هذا هو الدكتور سالم؟ أي هذا هو الدكتور سالم. هو قال لك إن نعم هو تكلم معي. نعم هو الذي قال لك إن السعوديون طلب من كمال الحيدري أن يتهجم على الأئمة والسيد الخوئي وإنهم يعطونه أموال. نعم. أنت سمعت من فم هذا الدكتور هذا الأمر؟ أنا سمعته من الدكتور شخصيا حبيبي. أنا كنت في بيته. نعم. بلي. وأنت تقسم بالله أنك سمعت هذا من هذا الدكتور؟ والله العظيم أقسم بالله شيخنا. وإذا تريد اتصل برقم هاتفه في بيتي في كربلاء، ويسكن في شارع الرسول. وكنت في بيته وتكلم هذا الشكل من نفسه. لم أجبره ولم أقل له أنا لا أعرف ذلك. بل وهذا الدكتور فصح عن هذا الأمر. هذا الدكتور سابقا كان يظهر مع كمال الحيدري في التلفاز، لم يكن هكذا؟ نعم هو المقدم الأول للبرنامج. نعم. وبعدها قال لي أنا توقفت لأنه شاهدت الفيلم، وقلت له كيف هذا، وقلت له ماذا بعد وأين الفيلم، فتستر على الموضوع. لماذا تستر على الموضوع؟ فطبعا لأنه يا إما هناك مصالح خاصة أو مصالح شخصية، وأخذت العزة بالإثم. أشكرك أخي العزيز، بارك الله بك، الله يحفظك ويرعاك. أشكرك، الله يستر عليك. أشكرك، الله يحفظك ويرعاك، بارك الله فيكم، الله يحفظك. أشكرك إخوتي الأعزاء. إن أمر كمال الحيدري من البداية كان عندي جدا مشكوك ومريب، وكلماته حينما بدأ الانحراف في كلماته كان مريبا جدا. يعني هو ينكر أبده الأمور وأوضح الأمور. فهذا هو. بلي ليس هذا إنكار الإمامة وإنكار العصمة وإنكار المولانا بقية الله في العالمين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هذا بلي بأمر لأجل شبهة علمية. لا، الأدلة على ذلك واضحة ومتواترة كثيرة جدا. وكلامه كلام سخيف جدا من ناحية علمية، لا قيمة له من ناحية علمية. فلماذا يطرحه إذا صح كلام هذا الدكتور سالم جاري؟ وهو إذا وصله هذا الكلام مني يجب عليه أن يرفع بهذا الصوت ولا يكتم على هذا الأمر، ويشهد بأنه يعلم. يجب أن يقر ذلك بالإعلام ويشهد بذلك علنا أمام الناس لكي يفضح هذا لا كمال العمري هذا الملعون، لكي يفضحه بأنه لأجل الأموال من السعودية إنه بل بدأ يرد الأمور البديهية. لعنة الله عليه، لعنة الله على كمال الحيدري، رجل نجس كلب، لعنة الله عليه. اللهم إني أشكو إليك من هذا الكلب النجس، اللهم عذبه وأنزل عليه عذابك يا رب العالمين.